ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم وكلها يعني تحققوا كل اللي نفسكم فيه يا رب. طيب نخش في الموضوع بقى علشان ايه. انا طبعا الفترة اللي فاتت دي كلها كنت مركز اكتر على شغلي، وكنت مركز اكتر في اللي هي التاريخ وورد، بحيث ان انا قلت لو انا هشتغل في اليوتيوب وهشتغل في الداري وورد الموضوع هيبقى حاجتين فهيتلخبط شويه. فانا قلت ايه، اخلي تركيزي كله مركز على الداري وورد بحيث ان انا اخد خلاصة الموضوع واطلع لكم بيه. مش عارف ليه في اخر كام يوم كده الفيديو اللي كنت منزله عنه بدأ يطلع، بدأ يظهر كومنتات وناس عندها اسئله، فحبيت ان انا اعمل لكم ايه الفيديو ده علشان اجاوب على اغلب الاسئله اللي هي جت. زي ما انتم شايفين كده ايه، يعني في فلوس كتير قوي. انت هتخش هياخدوك كده من ايديك، تمام. هتلاقي نفسك بتعمل فلوس، تمام. انت مش عارف انت تعملها ازاي، تلاقي نفسك بس شغال تعمل فلوس. تصحى من النوم تعمل فلوس، مثلا تيجي تنام تلاقي نفسك عندك فكره فتصحى من النوم كده تقول لا بلاش انام دلوقتي، تقوم تلاقي نفسك تعمل بس بألوفات ألوفات 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 في كل حته كده. طيب هل ده اللي هيحصل في الداري وورد؟ لا، ده مش اللي هيحصل في الداري وورد. هو بيحصل يعني الصوره دي صوره، تمام. ده مش مش انا ديت صوره واخدها منين؟ واخدها من واحد هنا. دي زي ما وريت لكم في الفيديو اللي قبله. هنا عندك الوينز اللي هي مثلا من كورس الكوبي رايتنج، في ناس عندها الوينز دي، فالصوره دي انا لقيتها عنده، تمام. ده هو كسب المبلغ ده كاجمالي وتلاقي هنا بقى كل واحد ايه بيعمل، اللي بيعمل 20 يورو، من اللي بيعمل 50,000، من اللي بيعمل تمام. دي اغلب الفيديوهات اللي انتوا بتلاقوها على اليوتيوب. مثلا بتيجي تفتح اليوتيوب تلاقي واحد يقول لك ايه، انا هجرب كورس اندرو تيت وهخليكم معايا، تلاقيه بقى شغال تك 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 تك، هوبا تلاقيه مثلا دخل معوش صفر، معوش اي فلوس خالص، بقى معاه 15,000. هل ده حقيقي ممكن يحصل؟ ايوه، بس لازم تفهم ايه المتطلبات، لازم تفهم الموضوع ده علشان انت تاخده. طيب هيطلب منك ايه؟ يعني هيبقى محتاج منك ايه عشان تاخده؟ اول حاجه عشان تبقوا فاهمينها كويس جدا، الموضوع محتاج شغل، ومش محتاج شغل اللي هو يعني هو محتاج منك شغل يوميا. انت هيبقى عندك كل يوم لستة كده انت اللي كاتبها بنفسك، وهم عندهم برضو في لستة هما بيعملها لك، بس انت طبعا على حسب ظروفك ودنيتك وانت بتعمل اللستة بتاعتك بنفسك. هيبقى عندك لستك انت لازم كل يوم تعملها، تمام. ما ينفعش تكون على حسب شعورك ودنيتك تمشي الحاجة، لا، انت لازم الليستة دي عندك كل يوم تعملها علشان توصل للحاجة دي، تمام. ليه بكلمكم في الموضوع ده كأول حاجة في الفيديو؟ لأن الموضوع ده مهم أوي، تمام. لما أنت بتخش وبتلاقي الناس بتعمل الفلوس دي كلها، لأن المشكلة دي واجهتني أنا شخصيا، يعني لما تلاقي تخش وتلاقي ناس تعمل دي كلها، يعني كل الناس دي بتعمل الفلوس دي وأنت مفيش، يعني لسه ما وصلتش لكم الفلوس ده، لسه ما لقيتش نفسك بتعمل نفسك إيه الفلوس دي، تمام. فبتحس إن أنت فيك حاجة غلط. لا، أنت فيكش حاجة غلط، تمام. أنت بس مش منضبط كفاية، ما عندكش الانضباط اللي عندهم اللي هم بيعملوه يوميا، تمام. انت مش بتشتغل الشغل اللي هم بيشتغلوه، لان الموضوع كله مساله ايه، هتحط شغل هتيجي لك فلوس، فاهمني. طبعا ارزاق في ايد ربنا وكل حاجه، بس انت لازم علشان يجي لك الكم الفلوس ده لازم تعمل حاجه مش بيعملها الناس اللي معاش الفلوس دي، فاهمني. اللي هو مثلا لو انت هتعيش حياتك اللي هو انت بتروح مدرستك، بتروح الشغل وبتخلص وبتروح تلعب مثلا، تلعب جيمز، فانت هتاخد المحصول اللي الناس ده بيعملوه، تمام. لكن لو انت مثلا هتروح هتخلص شغلتك، لان انت دلوقتي لا انت غني ولا انت فقير، فاهمني. وعلى فكره حوار الفقر ده يعني حلو ايه، لانه بيبقى دافع. لان انا لاحظت برضو فيها الموضوع ده، لما بتكون الحاله متكحرته خالص بشتغل يعني اللي هو ايه، ليه في حركه. بس لما بيزيد معايا بتلاقيني بقى ارتاح، تمام. فالانضباط بقى هيحل لك كل الحوارات دي كلها، يعني الانضباط هيخليك
خلاص بقى اللي هو انت عندك حاجه بتعملها 1 2 3 وات ايفر بقى، انت حاسس ايه ومش حاسس ايه، فعادي انت وراك 1 2 3 تعمله. تمام. صعب طبعا انك تفضل كده كل يوم، يعني صعب ان انت تفضل على التركيز والحاله دي كل يوم. تمام. علشان كده في ايه عندك هنا، هيبقى عندك البرنامج ده هيساعدك في الموضوع. ليه؟ محبط شويه، تخش جوه تشوف الحاجات دي، تسال سؤال مثلا، تقول تشارك معاهم اللي انت حاسه، تلاقي واحد بيقول لك كذا 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 وياخدك. لان هو الموضوع كله يعني انت من كلمه لكلمه بتختلف، فاهمني؟ يعني انت كلمه بتعمل، كلمه ما بتعملش، فاهمني؟ في حاجه اسمها مورنينج باور اب كورس، ده بتبقى عباره دلوقتي طبعا عمان انا بدات دلوقتي الموضوع بقى فيه تطورات كتير قوي، والتطورات كل شويه بتزيد وكل شويه بيجيب افكار جديده. بقى يعملوا حتى كامبات للناس اللي هي بقى لها مثلا اكتر من 3 شهور في البرنامج ولسه ما عملوش فلوس خالص. تمام. فالناس دي برضو ليها تخصيص معين، اللي هو بيجي طيب ماشي انت عندك ايه مشكله، طيب انت بتبعت دي للكلاينتس بتاعتك، بتبعت دي للعمال بتاعتك، تمام وريني غير دي وغير دي وغير دي. تمام. يمشوا معاك واحده واحده. عندك اي سؤال 24 ساعه موجودين معاك، طبعا على حسب انت في انهي كامبس، في انهي يعني مثلا انا شغال في كوبي رايتنج وفي فريلانسنج مع بعض. تمام. في ناس طبعا عندك كذا حاجات، انا شرحت لكم الكلام ده كله في الفيديو التاني، فانت لو شفتش الفيديو اللي هو الاول واحد عملته روح شوفه، بحيث ان انا انا عايز اخلي الفيديو ده صغير بحيث ان انا اشرح لكم بس الكام نقطه اللي هو الابديت بتاع الكام شهر اللي انا كنت فيهم دول. طبعا انا بالنسبه لي انا لو انتوا يعني بتتساءلوا إيه انا وصلت لفين، انا مختلف شويه. انا بحب اخد الحاجه واهدى عليها شويه، بشتغل على راحتي ومرضي، فاهمني؟ يعني انا راضي باللي انا فيه. تمام. غير قبل ما ابدا الموضوع كان بالنسبه لي انا مش عارف ازاي، حرفيا ما كنتش عارف ازاي اعمل فلوس. قبل ما ابدا كنت جاي كده قاعد وجيت في دماغي قلت انا عايز اعمل 20 يورو، بس مش بالطريقه اللي هو اغلب الناس يعرفوها، اللي هي مش عايز اروح الشغل اشتغل اخد 20 يورو، لا انا عايز اعمل حاجه تخليني اكسب 20 يورو. مش مبلغ كبير خالص، هو بس انا عايز اعمل الحاجه دي تخليني اكسبها، بس مش من شغل. معرفتش وقعدت ادور وبتاع واجرب هنا واجرب هنا واكتب على جوجل وكذا ما عرفتش، ما وصلتش لحل. بعد كده بدات اسال صحابي الدايره اللي حواليا، يا جماعه لو انا عايز اعمل 20 يورو بس مش من شغل، يعني مش اللي انا اروح تشيك ان اشتغل تشيك اوت اخد 20 يورو، مش ده اللي انا عايزه. انا عايز اعملها بطريقه مختلفه. برضو ما حدش عارف، ما حدش قال لي والله سؤال حلو بتاع، بس ما لقيتش حد عارف. تمام. انا الكلام ده كان من كام شهر. تمام. انا دلوقتي ممكن اقول لك 1000 طريقه تعمل بيها 20 يورو، وانا اوريدي عملت ال 20 يورو، يعني عديت اوريدي، عرفت الفكره في العقليه. انا اكتسبت ايه اكتر حاجه لو هتقولك ايه اكتر حاجه اكتسبتها من الكورس ده، اقول لك العقليه. لان طبعا كلكم بتسمعوا عن حوار ايه اللي هو هات واحد مليونير وشيل كل فلوسه هتلاقيه عمل مليونير تاني. ودي حقيقه، دي حقيقه فعلا. لو انت مثلا جبت واحد فقير جدا واديته مليون، تمام، والتارجت ان هو يدبل المليون دي، يعني هو يبقى عنده 2 مليون، تمام، وجبت واحد كان مليونير اوريدي وخدت منه المليون دي واديته 10000، تمام، بقى عندك واحد فقير معاه مليون وواحد غني معاه 10000، تمام، والتارجت ان هما الاثنين يوصلوا ل 2 مليون في خلال سنه. يعني مش عارف اقولها لك ايه، مش عايز احلف بس اللي هو يعني اضمن لك 1000% ان الشخص اللي هو الفقير، ومش شرط يكون فقير فلوس، اللي هو لان دلوقتي هو مش فقير فلوس، هو معاه مليون صح، بس هو فقير عقليا. الشخص ده في خلال السنه دي يعني لو هو مش هقول لك هيكتب على نفسه خالص، مش هيعرف يعلي المليون دي، تمام. اما الشخص المليونير دي بال10000 ممكن يكسر ال2 مليون، فاهمني؟ لان هي كلها فعاليه.
فدي اكتر حاجه انا الصراحه استفدتها. والناس اللي هي بتسالني على حوار الانجليزي والعربي والحاجات دي، يا جماعه علشان تبدا تطلع يعني، بص الناس اللي ساكنه في الدول العربيه في حاجه يعني في نظري، يعني في حاجه سلبيه وحاجه ايجابيه. تمام. الحاجه الايجابيه الا وهي ايه؟ ان الكومبيتيشن، المنافسه هنا اكبر من على ما اعتقد يعني، مش عارف، بس هي المنافسه هنا اكبر، فاهمني؟ هنا الطبيعي ان مثلا محل حلاقه يكون عنده ويب سايت، فاهمني؟ دي الطبيعي يعني، مش غريبه قوي. تمام. لكن عندنا في مثلا في مصر والكلام ده مش هتلاقي الموضوع ده منتشر قوي، اللي هو صالون حلاقه عنده ويب سايت، فاهمني؟ فانت ممكن تاخد الحاجات اللي هتتعلمها هناك دي وتستخدمها اسرع، لان ايه؟ مفيش الحوار ده عندك قوي في مصر او في الدول العربيه. تمام. ممكن تنجز فيه على طول. تمام. اما الحاجه السلبيه، لو انت معكش انجليش مش هتعرف برضو ايه يعني، انت هتفضل في نفس الحقبه، فاهمني؟ اللي هو انت لسه هتفضل تاخد بالجنيه، فاهمني؟ انت عايز مثلا تاخد بالدولار، فلازم تتكلم انجليش. تمام. لو انت مثلا في اي دوله عربيه تانية عايز تبدا بقى ايه، تكسر بقى زي ايه، زي الراجل ده، مش عارف، مبلغ تكسر مثلا زي ده ولا غيره. لو طلعنا فوق شويه هتلاقي، لو بدات انت تلاقي نفسك عايز تكسر الحته دي بقى، تاخد بالدولار، فلازم تتكلم انجليش. تمام. واللغه الانجليزيه يعني، انت مثلا لو في كورس هفتحه لك دلوقتي مثلا هتلاقيه بيتكلم كلام. تمام. بيبقى فيه سب تايتلز، بيبقى فيه اللي هي علامه السي سي دي، لما بتضغط عليها بيبدا يطلع لك الكلام اللي هو بيقوله. حلو. وقف يا عم، وقف، ما فهمتش، وقف. ايه الكلمه دي؟ افتح جوجل ترانسليت، افتح كده. اصل انا مش عارف اشرح لكم الموضوع ده كام مره الصراحه. لما يفتح جوجل ترانسليت. تمام. مثلا ما فهمتش كلمه emergency، يعني حاجه طريقه. تمام. ورجعت نسيتها خلاص، ماشي، ورجعت. تمام. طلعت في فيديو تاني، تقوم جاي ايه؟ emergency، يعني ايه الكلمه دي؟ يعني ايه الكلمه دي؟ جاي داخل تاني emergency، طارئ. ايوه. تمام. مره في التانية انت خلاص الكلمه دي هتشوفها تسمعها عرفت هي ايه، فاهمني؟ ما تخلوش الموضوع ده عقبه. تمام. ولو يعني انا بجد يهمني كله من الفيديو ده ان انا افهم للناس اللي هي لسه مش هتدخل دلوقتي تعمل ايه، بحيث انها لما تدخل تكيب اون تراك، يعني اول ما تخش خلاص تمشي مع الناس من غير بقى ايه تاخد الوجبه الزمنيه. انا بحب اخش حاجه ايه، اقعد فيها كده شويه، اشتغل على راحتي في الحاجات اللي انا بشتغل فيها. تمام. وادوس. ده انا طريقتي انا كده، انا عارف نفسي كويس وانا طريقتي كده. حلو. اما بالنسبه للناس اللي هتدخل بس عندها مثلا اللي هي معاها امكانيه تدفع وهقول لكم الفلوس بكام، بس عشان نرجع للموضوع ده، الناس اللي هي معاها الامكانيه ان هي تخش الكورس. تمام. ومثلا العقبه الوحيده اللي هو الانجليزي، هو اوريدي بيعرف مثلا يعرف يعمل حاجه او لسه هيتعلم حاجه وبس، العقبه الانجليزي يا عم لا، دي مش عقبه. تمام. اغلب اصلا الناس اللي هي بتدرس هنا، مش هقول لك بس الطلاب، هم اساسا مش لغتهم انجليزي، هي تتعلمها زي اي لغه تانية. ولازم لازم انجليزي، لازم عشان بقول لك تكسر القاعده اللي هي بتاعت ان انت تقبض بعمله بلدك، لازم انجليزي. تمام. اما عن الموضوع يكلف كام، انا اول ما دخلت كان ب150، كان لازم تدفع اول حاجه ضريبه 100 اللي هي 150، وكل شهر بياخدوا منك 50. تمام. بعد كده عملوا خصم، مش عارف الخصم ده هيفضل لحد امتى الصراحه، مش عارف، بس هو بدأ مش من بعيد يعني، بقى ب50 انت متدفعش ال100 دي خلاص. تمام. واللينك للموضوع ده في صندوق الوصف تحت في الديسكريبشن، هتدخل تحت، هتدخل هتلاقيني حاطط لك لينك اللي هو انت تخش تشيك على طول، واللينك لو انت لسه عندك عايز تفهم ايه اكتر في الموضوع. تمام. وطبعا الفيديو اللي اول واحد عملته فيه شرح اكتر مفصل عن الكورس. تمام. بس ده هدفي من الفيديو، ان هو للناس اللي لسه مش عارفه، لسه مش هتدخل حاليا بسبب ما، ده كل اللي انت محتاجه انضباط.
عندك 1 2 3 يبقى تعمل 1 2 3. تمام. الرياضة عندك تمرين هتروح تتمرن، مش عارف عندك ايه هتروح تعمل. تمام. ده اللي انت مطلوب منك. تمام. شغل اللي هو اصل انا حاسس نفسي مش هعرف اعملها ومش مفيش الكلام ده، انت بتعملها. تمام. اول مره هتبقى صعبه ومش هتبقى فاهم حاجه وهتاخد منك 3 ساعات شغل، تاني مره هتاخد منك 2 ساعتين، بعد كده الموضوع هيتنجز. تمام. وبيعلموك هما كمان جوه، معرفش انتوا زي فيديو شات جي بي تي اللي انا عملته لكم ده، الحاجات دي كلها بتبقى موجوده بقى، لان هو عايزك تبقى شامل كامل متكامل. تمام. لو انت مثلا بتعمل لشغل العميل 3 عملاء مثلا في 6 ساعات، تمام، هو عايزك تعمل ال3 عملاء دول في 2 ساعتين، ومش تقول بقى خلاص انا خلصت ال3 عملاء بتوعي، لا يابا انت عندك 4 ساعات تانيين اشتغل فيهم. تمام. هو ده الهدف. تمام. كل الناس اللي جوه بيطلعوا، يعني بجد كله بيطلع. تمام. وانا انا اكتسبت حاجه اكبر من فلوس، الا وهي عقليه ازاي تعمل فلوس او تفهم فلوس او تبدا تفكر في اللي هو دي مثلا. طب حاجات كتير هتتعلمها جوه. تمام. انا هتكلمها لكم وهبقى طلعت بره فكره الفيديو اللي انا بعملها لكم دي. اهم حاجه الانضباط. تمام. وحاجه يعني الحمد لله بما اننا مسلمين، يعني انضباط يعني صلاه على الوقت. لو انت شخص بتصلي على الوقت، صلاتك في وقتها، انت شخص ناجح فعلا. لما الندان بيقول حي على الفلاح ده بجد، لان هو فكره الانضباط ايه؟ لو انت عندك عندك حاجات في اليوم مثلا بتاعتك تعملها على الوقت. ديننا مش عايز ديننا غير كل حاجه كويسه. تمام. فانت صلي على الوقت. تمام. احنا خلاص داخلين على 10 اخر رمضان اهم، فاغتنموهم. واتمنى يكون الفيديو ده افادكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان لو نزلت اي فيديو جديد. لو عندكم اي استفسار اكتبوه تحت في الكومنت. ويا ريت يعني بطل بقى الاستفسارات بقى اللي هو ايه انا اتكلمت فيها كذا مره وهكلمكم فيها 1000 مره دي، يعني خلاص بقى اللي هو ايه كده اللينك اللي تحت ده اي حد بيشترك منه بيجي لي انا اشعار، بعرف مين دخل اللينك ده، بعرف اسمه ومعلوماته وبشوفه كمان جوه. فاي حد هيتعامل هتشوفه جوه، نتعامل احنا ايه جوه بقى، نعمل فلوس مع بعض. فاهمني؟ اما اللي عنده استفسارات تانية بخصوص اي حاجه يكتبها لي في الكومنت، بس بلاش بقى ايه سؤال الانجليزي وهل في لغه عربيه، لا مفيش لغه عربيه. تمام. فاتمنى يكون الفيديو ده افادكم. الانضباط هو بس الموضوع كله هيحتاج منك انضباط، وانك تعمل حاجات الناس اغلبيه الناس ما بتعملهاش. انت عايز حاجه اغلبيه الناس مش عندها، عايز فلوس كتير، صح؟ عايز تعمل فلوس، خلاص يحررك من فكره ان انت تشتغل عند حد. تمام. لازم تعمل حاجه هما بقى ما بيعملوهاش، فاهمني؟ الا وهي الشغل على نفسك وانك تطور فكره انك تشتغل لنفسك، لان برضه دي مش سهله. لو انت لما يكون عندك شغل وانت اصلا مش عايز تروح الشغل، انت مش طايق تروح الشغل، بس بتلاقي نفسك قمت ولبست ورحت الشغل. تمام. انت لازم تبقى نفسك مع نفسك كده. تمام. تيجي تقعد على سريرك وانت عندك شغل انت قلت لنفسك عايز تعمله، بتقوم تمسك نفسك تحط نفسك على المكتب وتشتغل. فاهمني؟ احلى مسا عليكم ورمضان كريم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومتنسوش تشتركوا. كلام جميل.